تخيل معايا عالم انتهى، الخراب اكل الاخضر واليابس والارض اتحولت لصحراء نووية قاحلة. عالم القانون الوحيد فيه هو البقاء للاقوى. عصابات همجية بتنهش في لحم الضعفاء وبتبث الرعب في كل شبر في الارض. لكن من وسط كل الرماد واليأس ده بيظهر شعاع الامل، كانشيرو سيد الفنون القتالية الاسطوري اللي قرر يقف كدرع يحمي المظلومين في عالم ما يعرفش الرحمة. القصة المرة دي مش مجرد قتال شوارع، دي ملحمة دموية وصراع طاحن مع اقوى المقاتلين، وعلى راسهم اخوه اللي بيحكم العالم الجديد بقبضة من حديد. الاسطورة اللي كبرنا عليها من ايام سبيستون رجعت تتولد من جديد في الريميك بتاعها سنة 2026 عشان تقدم لينا دموية واكشن بانيميشن هيخلي عينيك مبرقة من الصدمة. النهاردة هنلخص مع بعض احداث الموسم الاول من سيف النار. سيف النار تلفت، ترى الارض صارت يبابا. من سيف النار او هوكتا نو كن. عشان كده يا صديقي المشاهد، روح هات الفشار بتاعك ومسلياتك اللذيذة واستمتع بالحكاية. بيبتدي الانمي بتاعنا في وقت انفجرت فيه قنبله نوويه، والقنبله دي كانت قويه بشكل لا يوصف، وبسببها العالم بقى في مجاعه وما عادش فيه ميه ولا اكل، والارض كلها اصبحت زي صحراء. وفي ظل الفوضى دي اتكونت عصابات وقطاع طرق، والناس دي لو شافوا اي حد مش بيسيبوه في حاله، بيسرقوه وبيقتلوه. وبعد كده بنروح لبطل الانمي بتاعنا كانشيرو، او نقدر نقول عليه كن بيبقى شخص قوي جدا متقن لاسلوب قتالي قديم بيتوارث لشخص واحد بس من كل جيل، والاسلوب ده اسمه هوكتا نو كن، وبيكون على صدر كن 7 ندبات شكلهم غريب جدا. فيا ترى ايه اللي بيميز الاسلوب ده عن غيره، وايه قصه الندبات اللي على صدره دي؟ اكيد كل ده نعرفه بعدين. المهم نرجع لكن. كان ماشي في الصحراء وكان واضح انه تعبان جدا ومرهق، وكان بيدور على اي ميه يشربها، فبيلاقي من بعيد مدينه مهجوره، فقرر انه يروح عشان يشوف فيها ميه او اكل ولا لا. ولكن اول لما بيخش جوه المدينه وهو في الشارع فجاه بيقع في فخ، ومش بيكون قادر حتى يقاوم او يقطع الحبل، وبيغم عليه وبيصحى كأنه بيلاقي نفسه محبوس جوه السجن، ومعاه ولد صغير كده شقي اسمه بات. واول لما كان بيصحى بات بيعرفوا انه اتحبس، وان سكان المدينه هم اللي حبسوه لانه مفكرينه انه واحد من العصابه. وبتكون بره في بنت صغيره اسمها رين، ورين دي حاطينها هي المسؤوله انها تخدم السجناء. المهم رين بتمد ايدها عشان تدي الكن ميه يشربها، بس بات بيمسك ايديها جامد وبيشدها، وبيقول لكن ياخد مفتاح الزنزانه عشان يخرجوا، بس كن بيمسك ايد بات بقوه وبيبعد عن رين، وكن طلب منها ميه تانية، وعلى طول هي بتوافق وبتجيب له ميه واكل كمان. وبنعرف ان رين منعزله ومش بتتكلم خالص بسبب انها شافت اهلها بيتقتلوا قدامها، فكن بيلقى عليها تعويذه من اسلوبه القتالي، والتعويذه دي المفروض تفك لسانها، بس هي اللي لازم قلبها يتحرك عشان تقدر تتكلم. وبعد شويه وقت حكيم القريه بيجي، والحكيم ده هو المسؤول عن القريه، فالحراس بيوقفوا كن عشان يقابله، والحكيم بيخاف ان يكون من عصابه زد، وعصابه زد دي عصابه بتسرق القرى وبتقتل اي حد قدامها، فبيقول لهم دوروا لو في علامات عليه من علامات عصابه زد ولا لا. وبيتصدموا اول لما بيشوفوا ال7 ندبات. الحكيم بيقول ان المكان اللي بتظهر فيه الندبات دي بتحصل كارثه، وفعلا عصابه زد بتيجي المدينه، والحكيم طلب من سكان القريه انهم يقاوموا، ده حتى طلب من رين انها تقاتل معاهم وتقاوم، وكل سكان المدينه بيحاولوا يتصدوا لعصابه زد، بس العصابه قويه جدا بتقتل اي حد في وشها، وبتقتل النساء والشيوخ والاطفال من غير رحمه ولا شفقه. فاول ما كان عارف بالموضوع ده كسر قضبان الحديد بايده، وبات بيتصدم من قوته، وبيطلع بره وبيلاقوا مئات من سكان المدينه مرميين على الارض، وزد اللي هو زعيم العصابه بيكون شايل رين، وبيهدد القريه لو مش جابوا اللي هو عاوزه من فلوس واكل وميه هيقطع راسها. وكن بيتعصب جدا، والعصابه كلهم رايحين يقتلوه كانه شخص عادي زي الاشخاص التانيه، بس بيتصدموا اول لما بيشوفوا كن بيقتلهم من ضربه واحده بس، وبيقتلهم واحد ورا التاني من غير ما يتصاب. بس ازاي؟ ده بسبب اسلوب القتالي هوكتا نو كن اللي بيستهدف مسار طاقه في جسم العدو، وبلمسه واحده بيموته. وفعلا كن بيقتل كل العصابه، وبيروح عند زد رئيس العصابه، ورن بتكون بتصوت وبتستغيث بيه، وزد بيتعصب جدا وبيحاول يضرب كن، بس كن بيفاجئه بحركه قتاليه، والحركه دي بتضرب فيه 1000 ضربه في الثانيه الواحده، وزد بيقع على الارض، وكن بيروح عند رين يطمن عليها، بس مره واحده زد بيقف تاني، وبيقول له انت مفكر نفسك هتقتلني ولا ايه؟ وكن بيقول له اقتلك ايه؟ انت خلاص في عداد الموتى. فبيقول له انت بتقول ايه؟ ومره واحده زد بينفجر واعضائه بتخرج من جسمه، ورين بتشكر كن وبتحضنه. وبعد اليوم ده كن بيقرر ان يسيب المدينه عشان وجوده في اي مكان بيتسبب في كارثه زي ما قال الحكيم، وفعلا بيمشي، وبات بيكون معاه مش سايبه عشان يتحمى فيه، ورين بتبقى زعلانه ان
كن يمشي، بس هو مضطر عشان ما يجيبش كوارث لأهل القرية زي ما قال الحكيم. وبعد ما كن خرج من القرية كان هو وبات ماشيين في الصحراء بيدوروا على قرية يروحوها، ولما وقفوا يستريحوا شوية من المشي كن بيسمع صوت غريب، فبات بيستغرب هو في ايه، وكن بيروح لمصدر الصوت وبيشوف عصابة ماشية ورا راجل عجوز. وحرفيا الراجل العجوز ده ما عملش اي حاجة للعصابة، بس انت عارف بقى ان العصابات مش بتسيب حد في حاله. المهم الراجل العجوز ما فيش معاه اي حاجة غير بذور رز، فالعصابة بتحاصره تحت تل جبل صغير وبيبقى هيقتلوه خلاص. وفوق التل ده كن وبات كانوا بيراقبوا اللي بيحصل، ومرة واحدة بينط كن من فوق وبينزل على واحد من افراد العصابة وبيستخدم تقنية من فنه القتالي هاكتونوكان وبيصيب احد مسارات الطاقة في جسم العدو، والفرد ده دماغه بتنفجر بسبب التقنية. وهنا كن بيكلم رئيس العصابة اللي بيكون اسمه سبيد وبيقول له سيب الراجل العجوز ده في حاله والا هتندم اشد الندم. فسبيد قاعد يضحك وبيقول له انت مفكر نفسك مين؟ انت مش شايف السلاح اللي في ايدي؟ وسبيد بيبقى شايل زي قوس كده في ايديه، فكن بيقول له ان اسلحتك دي ما تعتبرش اي حاجة قدام فني القتالي. فسبيد بيسخر منه وبيقول له فن ايه يا عم اللي انت جاي تقول عليه؟ انت شكلك عبيط. وسبيد بيضرب سهم من سهامه على كن، وكن بيراوغ السهم ده بكل سهولة، وكن بيقول له قدامك فرصة تانية لو ضيعتها هفرقع عينك اليمين. وسبيد بدأ يتوتر وبيرمي السهم التاني اللي بيمسكه كن بصوابعه، وبيرمي كن السهم بسرعة جبارة على سبيد وفعلا بتيجي في عينه اليمين. وافراد العصابة بيشيلوه بسرعة وبيركبوا دراجاتهم النارية وبيفروا من المكان. بس بات بيلاحظ من فوق وهم ماشيين علامة على جبين كل فرد فيهم، العلامة دي كانت حرف كي، وبات بيتصدم وبيخاف جدا اول لما بيشوفها. في اطار ايه حكاية العلامة دي؟ نرجع لكن اللي بيروح يطمن على الراجل العجوز، والراجل العجوز بيبقى تعبان جدا وشكله هيموت، وفي ايده كيس بذور الرز وبيدي كيس لكن وبيقول له وديه لقريه معينه. وبات بيقول للراجل العجوز ان ياكل البذور بدل ما يودوها القريه عشان هو شكله تعبان، بس الراجل العجوز بيقول له الاطفال اللي في القريه اهم مني. وساعتها كن بيحس ان قد ايه ما قابلش انسان عنده قلب ورحمه من زمان، وفعلا كن بيقرر ان يودي البذور للقريه وبيشيل الراجل العجوز على كتفه طول الطريق. وهم في الطريق للقريه بات بيقول لكن على موضوع العلامه اللي كانت على جبين افراد العصابه، وبيعرفوا ان دي رجاله الملك كينج، والملك ده معروف ان اسمه كينج ومحدش يعرف اسمه الحقيقي، وان قوي جدا ورجالته كتار قوي واقوياء. وفي ظل الكلام بيكونوا وصلوا للقريه واهلها بيفرحوا جدا ان الراجل العجوز لقى بذور علشان هيقدروا يزرعوا ويحصدوا والوضع هيتحسن. والراجل العجوز بيشكر كن قوي، وبعدها كن بيمشي بره القريه وبات طبعا مش سايبه في حاله. وهما لسه خارجين من القريه بعد شويه عنها بنشوف سبيد وعصابته كانوا منتظرين اللحظه دي، وكن بيفهم ان هدفهم يدمروا المدينه ويقتلوا كل اللي فيها، فكن بيجري بسرعه للقريه، ولكن عصابه سبيد بتوصل قبله وبيقتلوا في كل حد هناك. وسبيد بيشوف الراجل عجوز وبيقول له تعالى هنا يا ضعيف انا هقتلك بنفسي. والراجل عجوز بيطلب منه ان يسيبه يزرع البذور عشان العالم يتحسن والحروب تقف، ولكن سبيد مش بيهتم بكلامه وبيرمي الرمح على الراجل العجوز، والرمح فعلا بيصيبه. وفي الوقت ده كن بيكون اجى القريه وشاف كل اللي حصل ده، والراجل العجوز هو بيموت بيطلب من كن ان يحقق امنيته ويزرع البذور عشان العالم يبقى احسن. وساعتها كن بيتعصب جدا من كتر عصبيته، عضلاته بتكبر وهدومه بتتقطع، وسبيد بيخاف من منظر كن وبيؤمر رجالته يهجموا عليه، ولكن كن بيقتلهم بكل سهوله ووحشيه. فسبيد بيخاف وبيجري وكن بيجري وراه، ولكن كن بيقع في الفخ بتاع سبيد، وعصابه سبيد كلها حصرت كن ورموا عليه سلاسل حديد ربطوا بيها ايده. وسبيد بيفضل يضحك وبيقول له هو قعدت في الفخ بتاعي يا مغفل. وسبيد بيرمي عليه فاس، ولكن كن بيضرب الفاس برجليه وبيجي في راس احد افراد سبيد وبيقطعها، وكن بيمسك السلسله وبيقطع بيها راس حد تاني. وسبيد بيخاف جدا وبيقول للعصابه يقتلوا كن، وفعلا العصابه كلها بتهجم عليه وكن بيقتلهم واحد تلو الاخر، وسبيد قاعد مصدوم وخايف ومش عارف يعمل ايه. وكن بيروح عند سبيد وسبيد بيحاول يضربه، بس كن بيمسك ايده وبيقطعها وبيحط صباعه في راس سبيد وبيستخدم تقنيه بتفجر راس سبيد بعد 3 ثواني. وسبيد بيبقى مرعوب وبيجري وفعلا راسه بتنفجر، وبيتبقى 2 من العصابه، واول لما بيشوفوا الكلام ده بيجروا وبيهربوا للملك كينج. وبعد ما كن بيقتل سبيد بيروح عند جثه الراجل العجوز وبيفتكر كلامه وبيدفنه وبيزرع البذور فوق قبره، وبيبقى كده حقق حلم الراجل العجوز. نرجع للاثنين اللي هربوا اللي بيروحوا للملك كينج وهم مرعوبين جدا، وهنا بنشوف شكل الملك كينج واللي شكله بيبقى قوي فعلا، وبيقول لهم يعني انتوا هربتوا ومش واجهتوا مع سبيد؟ وبيقوم الملك كينج وبيقطع بطنهم بايده، وده بيبان قد ايه هو قوي. ورجالته بتساله هل حابب نقتل كن ونجيبه لك؟ فبيقول لهم لا هو كده كده جاي عندي. وبنروح بقى لكن وبات هما في الصحراء، واثناء رحلتهم بات بيحذر كن من الملك كينج وانه قد ايه هو قوي، وقتل كن رجاله الملك كينج ده معناه انه بيتحداه. واثناء كلامهم بيشوفوا راجل مشنوق في نص الصحراء
السياره، فبيروحوا يشوفوا هو في ايه ومين اللي شنقه وعمل فيه كده ليه، وبيلاقوا رساله في ظهر الراجل المشنوق ده، والرساله بتكون مكتوبه من الملك كينج نفسه، وبتكون مكتوبه لكن ومكتوب فيها الى صاحب الندوب السبعه، الاعدامات مستمره ما دمت تهرب. وبنشوف كين اتعصب قوي، وبنروح لمدينه جديده بنشوف فيها الراجل خلاص هيتعدم، وعصابه كينج قاعده بتضحك عليه، ومن كتر قسوتهم بيخلوا بنت الراجل ده شايلاه، بحس لو تعبت ووعت ابوها هيموت. وفي الوقت بيظهر كين واللي بيكون متعصب جدا من اللي شايفه، والعصابه بتشوفه، وبيكون اسم قائد المجموعه دي هو دايموند. دايموند بيقول له انت بقى اللي اتحديت الملك كينج، شكلك كده فرحان بنفسك بعد ما قتلت سبيد، بس خد بالك انا اقوى من سبيد بكتير. وفي اللحظه دي كين بيقطع الحبل اللي بيشنق الراجل، وبيقول لدايموند احسن لك توقف اللي انت بتعمله وتمشي من هنا. ودايموند مش مهتم بكلامه، وبيقوم يستخدم عصا كبيره جدا، ودايموند بيستخدمها مع قوته، وبيحاول يسيب كين، وكين في كل ضربه بيراوغها، ومن قوه الضربه وكبر حجم العصايه دايموند قتل كل المجموعه بتاعته من غير ما يسيب كين، والعصايه خدشت كين خدش بسيط، فبيقوم كين ماسك العصايه، ودايموند بيتصدم، وبيقوم كين رافع العصايه لفوق ودايموند معاها، ودايموند مصدوم مش مصدق عينه، وبينط كين في الهواء وبيستخدم تقنيته على دايموند، وبيقوم دايموند نازل على الارض وخايف من اللي هيحصل له، وبدا يحس بحاجه غريبه، وهوبا راسه بتتفلق نصين ودماغه بتطلع لبره، وبات بيتصدم وبيفرح في نفس الوقت، وقال لكين يا جامد انت ازاي قتلته بالسهوله دي، ده من اهم رجاله كينج. وساعتها كين خلاص بيقرر ان يروح لكينج بنفسه ويواجهه بنفسه، وبنشوف كين وبات هما في طريقهم بيشوفوا مدينه من بعيد، وبات بيقول له هي دي مدينه الملك كينج اللي بيكون اسمها مدينه صليب الجنوبي. واول ما بيسمع كين الاسم ده بيتصدم وبيظهر على وشه توتر، في طريق قصه مدينه الصليب الجنوبي دي وايه اللي صدم كين كده، كل ده هنعرفه بعدين يا اصدقائي. وبيكملوا بيبقى موجود زي حراس ليل في المدينه، واللي كلهم من رجاله كينج، فبيقتلهم كين واحد واحد من غير ولا صوت، لانه فن القتالي اصلا فن من فنون الاغتيال، لانه بيقتل بلمسه واحده بس. ومره واحده بنسمع صوت حد بيصوت، وبيروح كين وبات يشوفوا هو في ايه، وبنشوف زي حلبه وفيها في النص كده راجل لابس مخلبين من حديد، وبيكون اسمه كلاب. كلاب ده يبقى واحد من اهم رجاله كينج زي دايموند وسبيد، وكلاب قاعد بيقتل في ناس عاديه في الحلبه، وقال لهم تلمسوني بس لمسه واحده ومش هقتلكم، وفعلا حد بيلمسه وبيقول له يسيبه يعيش بقى طالما قدر يلمسه، بس كلاب مش بيفي بوعده، وبيقطع راسه ل3 حتت، وكن بينزل له الحلبه دي، وكلاب بيحس انه مش زي الناس التانيه، وبيهجم كلاب عليه بالمخالب دي، ولكن كن بيكسرها بكل سهوله وبيستخدم تقنيته عليه، وكلاب ما عادش قادر يتحرك، وكن بيقول له قدامك دقيقه واحده وهتموت، ومش اي موته كمان، ده عمودك الفقري هيتقسم نصين. كلاب هنا بدا يترعش ويخاف جدا، فكن بيقول له هسالك شويه اسئله تجاوب عليهم وهلغي تقنيتي، وفعلا بيساله عن كينج هو مين وفين وكده يعني، فكلاب بيقول له محدش يعرف اسمه، بس كل اللي عارفه انه بيستخدم فن قتالي قوي وساكن في حصن كبير، الحصن ده في نص المدينه. وبعد ما كن بيساله هيقوم يمشي، فكلاب بيقول له انت قلت هتلغي تقنيتك من عليا، فكن بيصدمه برد، الرد ده خلى كلاب يعيط من الخوف. كن قال له كم وعد انت اخلفته وكم ضعيف انت قتلته من غير رحمه ولا شفقه، وفعلا بعدها كلاب بيتقسم نصين، وبيكون شايف كل ده من بعيد كينج، وبيقول هقتله كان معنى كده انه لسه عايش. وبيجي اليوم اللي بعده والعصابه كلها عرفت بموت كلاب، وبتخرج العصابه عشان يدور على كين، وفي الوقت ده كين بيكون مستخبي مع بات، وبات بيحس انه متغير من امبارح وبيساله مالك، ولكن كين مش بيرد عليه، وبيطلع فوق احد المباني وبيشوفوا ناس ابرياء لسه العصابه واخداهم، وبيحط عليهم علامه معينه، وبات بيدي كين المنظار عشان يشوف كويس من بعيد، وكين بيتصدم اول لما بيشوف العلامه اللي بيقول ان دي علامه الصليب دامي، ومره واحده بينط من فوق ورايح لحصن الملك كينج، وبات بيقول له هو في ايه، فكان بيقول له انه كان يعرف مقاتل من زمان كانت علامته برضه الصليب دامي واللي بيكون اسمه شان، فساعتها بنعرف ان الملك كينج اسمه شان، وبنروح للملك كينج اللي بيكون فوق في الحصن معاه واحده كده لسه ما نعرفش هي مين، ولكن شن بيقول لها ان حبيبك اجا عشان ينقذك، ولكن هي مش بترد، فبيقول لها كويس انك نسيتيه عشان كده هيموت قدام هارت. وبنروح للمكان اللي فيه مشروبات، وهناك بنشوف هارت اللي بيكون ضخم جدا، واللي بيميزه بقى ان جسمه مضاد للفنون القتاليه، وهارت بيبقى عنده فوبيا من دمه، وبحس اول ما بيشوف دمه بيتجنن، وفعلا ايده بتتخربش من الزجاج وبتطلع نقطه دم، فبيتجنن وبيدمر المكان اللي فيه كله، والعصابه بتحاول تقتله وترمي عليه سيوف، ولكن جسمه بيمتص السيوف دي وبتترمى عليهم تاني وكلهم بيموتوا، وبيقول شكلكم نسيتوا انه مضاد للفنون القتاليه، وبعد كده بيفوق تاني وبيقول ايه ده انا بوظت المكان كله، وبيضحك وبيبقى مستني كين، وبنروح لكين اللي بيطلع على الحصن والجنود كلها بتحاصره، وبيشوف شن، وشن بيقول له طال الفراق يا كين، وكين بيقول له انا خرجت من اعماق الجحيم عشان اقتلك يا شن، وبنشوف بات وهو طالع السلالم الحصن وقد ايه السلالم كتيره، وبيوصل فوق وبيستخبى ورا عمود من الاعمده وبيشوف اللي بيحصل. شن بيقول لعصابته يهجموا على كين، وبيهجموا بكل ما لديهم من طاقه، وكين بيتصدى لضرباتهم وبيقتل واحد ورا الثاني لحد لما بيقتلهم كلهم، وبيسال عن حبيبته ياريا، فبيضحك شن وبيقول له لو عايزها اطلع لي، وكين بيقرب من السلالم وبيحس بحاجه غريبه فبيرجع لورا، وفعلا حدسه كان
كان صح، وده لاننا بنلاقي هارت كان مستخبي ورا عمود من الاعمده وبيظهر قدامه، وشن بيقول لكن لو عرفت تعديه يبقى اطلع لي، وبيعرفوا ان جسم هارت مضاد للفنون القتاليه. فهارت بيقول لكن هسيبك انت اللي تبتدي، وكن بيضربه ضربه قويه جدا في بطنه، بس ايده بتخش جوه بطنه وكانها سفنج امتص الضربه وما عادش عارف يطلع ايده، وهارت بيضربه ضربه قويه وقعد كن على الارض، وهارت بيرفع رجله وكان هيموت كن، بس كن بينط في اخر لحظه، وساعتها بيشوف كن حبيبته من بعيد وبيقول لها انا كنشرو حبيبك، بس هي مش بترد عليه، وبيقوم شن يرمي ريشه بسرعه رهيبه، بسبب السرعه خربشت وش هارت، وطبعا يا عزيزي هارت بيتجنن اول لما بيشوف دمه، فقعد يضرب يمين وشمال وبيجري باسرع سرعه عنده وبيخبط في العمود، وبيفضل يخبط راسه في العمود وقرب يكسر العمود براسه، وبعد كده كن شاف نقطه ضعفه وعرف ان عباره عن دهون وخلاص، وبسببها مش عارف يسيب مسارات الطاقه بتاعته، فبيقوم ضربه ضربات كتيره وبسرعه كبيره جدا عشان يبعد الدهون واللحم، وبعدها قام باستخدام تقنيته عليه، فهارت بيحس بشعور غريب ومره واحده طلع دم من بطنه وبعدها من صدره وبوم قام منفجر، وبعد كده بيبص كن على يوريا وبيفتكر ايام زمان لما ابوه توفى، وبيكون هو ويوريا قدام قبر ابوه، وبيقول لابوه ان ما يخافش عليه طول ما هو متقن للفن القتالي هاكتونو كان، ومش كده وبس ده معاه يوريا كمان، وفي اللحظه دي بيجي اخوه اللي بيكون شن اللي متقن لفن اسمه نانتو سكن، وبيقول شن الكن انا بحب يوريا من زمان وعايزها تبقى معايا انا، ويوريا بتقول انا عندي موت احسن ان ابقى معاك، فشن قال لكن انت عارف ايه اللي بيميزني عنك يا كن؟ الهوس، وقام ضرب كن ضربه قويه جدا، ومش كده وبس ده خلى جنوده يمسكوه، وقال لي يوريا قولي انك بتحبيني، ولكن هي كانت رافضه، فشن قال لها على العموم انا مش هجبرك، وقام مدخل صباعه في صدر كن وفضل يعمل كده 7 مرات لحد لما يوريا قالت خلاص انا بحبك وهي بتعيط، وكن كان بيتألم جامد جدا، فشن قام واخد يوريا معاه وساب كن لوحده مرمي على الارض، وبكده نبقى عرفنا مين هو شن وقصه ال7 ندبات، وبتبتدي الحرب بين كن وشن وكل واحد اسرع من التاني، بس كن متعصب جدا وشن بيعمل حركه قتاليه قويه جدا وسريعه، وبيقول مش هتعرف تكتشف سر اساليبي، بس كن بيمسكه بايده وبيقول له انا بقيت اقوى منك واساليبك كلها واضحه بالنسبه لي، عارف ليه؟ عشان الهوس اللي انت عملته لي يا شن، وشن بيبقى متوتر بعد ما بيعرف ان كن اتغير عن الماضي بسبب الهوس، وكن بيقول له انت مش ند ليا يا شن، رجع لي يوريا دلوقتي وهسيبك، وشن مش بيعبره وبيبتدي هجوم تاني ما بينهم، وكل واحد بيضرب بسرعه جباره، وشن بيعرف يسيب كن بس بيبقى جرح خارجي، وبعدها كل واحد بيخش على التاني بسرعه جباره لدرجه ان بات واقف مصدوم، وبات بيقول لنفسه انهم بيتقاتلوا باسلوب اللي يعرف يضرب الاول التاني هو اللي هيكسب، وده يا عزيزي المشاهد بسبب قوه الضربات بتاعت كل واحد فيهم، وكن بيعرف يسيب شن وبيسيبه في كتفه، وشن بيبدا يتوتر، وكن بيقول له ما تخافش ما جتش في مسارات الطاقه بتاعتك، وبعدها شن بيقف وبيستخدم ضربه قويه جدا وبيكون اسمها كف الرعد المزلزل، وخلاص الكل بيفكر ان كن مات، ومره واحده كن بيطلع من ضباب وكأن ما فيش حاجه حصلت له، وشن بيتصدم وكن بيقول له قدامك اخر فرصه رجع لي يوريا يا شن، وبيبقى وراه 2 من عصابه شن ماسكين فاس ورايحين يقتلوا كن، بس كن من غير ما يبص عليهم بيضربهم بيوقعهم على الارض، وبيجي بعدها واحد تاني مستخبي وبيمشي من غير صوت وبيرفع فاسه، وبات بيبقى خايف جدا على كن، بس ده كن يا عزيزي المشاهد بيستخدم تقنيته عليه وبيقول له سواء كنت بتتحرك بصوت او من غير صوت فشكلك كده نسيت اني قاتل محترف، والراجل بيرجع من خوف لورا وبيتفرقع في وش بات، وساعتها شن بيقول له مش هوسك وهدفك كله انك ترجع ليوريا، شكلي كده مضطر انزع هوسك من جذوره، ومره واحده شن بيقتل يوريا صدمه بكل المقاييس، وساعتها كن بيتصدم وشن قاعد يضحك وفرحان قوي، وبيبص على كن بيلاقي خلاص اتجنن، كن بيفقد اعصابه وبيتعصب جدا وعضلاته بتقطع هدومه، وشن بيبقى واقف وخايف جدا، وكن بيقول له دقت ساعه موتك يا شن، وبيهجم عليه ولكن كن بيتفادى هجومه بكل سهوله، وبعدها شن بيستخدم نفس الحركه اللي اصابت كن ايام زمان وخلته يعلى الارض، وبيبص وراه بيشوف كن بس كن ما حصلوش اي حاجه، وبيقول له مش قلت لك اساليبك كلها واضحه قدامي، وساعتها بيهجموا على بعض بسرعه جباره، وبات واقف بيقول الاتنين بيتفادوا ضربات بعض في اخر لحظه، وشن بيهجم على كن وايده بتخترق ايد كن، بس كن بيمسك ايده وشن بيتصدم، وكن بيضرب شن ببوكس والشن بيحاول يصدها بايده ولكن ايده بتتقطع من قوه الضربه، وكن بيعرف يسيب قلب شن وبيفضل يضربه ضربات عديده لحد لما بيسيب مسارات الطاقه، وشن بيترمى على العمود من شده الضربات، وبيعرف خلاص ان هيموت، وبيساله هو انا قدامي قد ايه لحد لما اموت، وكن بيقول له دقيقه واحده، وكن بيروح يشوف يوريا وبيروح عندها ويقول لها يا يوريا، بس بيلاحظ حاجه غريبه وان دي دميه مش يوريا، وشن بيقول له ايوه دي دميه، وكن بيتصدم وبيبص عليه وبيقول له شن الله يخرب بيتك خليتني اقتلك ليه، وبيلاحظ ان شن بيعيط وبيقول له يوريا مشت من زمان، وبنرجع للماضي لما اخد شن يوريا من كن وان نهب بلاد كتير عشان يجيب هدايا ليوريا ويحاول يبسطها، بس هي بترمي الذهب والفستان والحاجات دي كلها على الارض وبتقول له استحاله احبك يا شن، بالعكس انا كرهي ليك بيزيد، وشن بيقول لها انا خليكي ملكه وهجيب لك كل حاجه في الدنيا وبعدها تحبيني يا يوريا، وساعتها شن بيروح ينهب ويستولي على البلاد وكون جيش ضخم جدا وبنى مدينه ضخمه جدا واللي بيكون اسمها الصليب الجنوبي، وبيقول ليوريا ان المدينه دي كلها بتاعتها، اي شجره اي
اي مبنى اي انسان بتاعها هي. ولكن يوريا بتعيط وبتقول له انت هتفضل لحد امتى تعمل كده؟ انا قلبي ما اتحركش ليك خالص. وبتقرر انها تنط من فوق وتنتحر، وشن بيبص عليها وهو بيعيط وبينادي عليها يوريا، ولكن لا حياه من تنادي. وبنرجع للزمن الحالي وشن بيقول لكن ما كانتش بتحب حد غيرك، كأن قلبها ده معمول ليك انت بس، والمدينه دي كلها كان مسواها الاخير. وبدا يحس بالموت بسبب تقنيه كان، وبيقول له على الاقل انا مش هموت على ايدك. وبيقرر انه ينط من فوق المبنى، وكان بيناديه. واول لما جنوده بيشوفوه انه مات بيخافوا، بيقرروا انهم يهربوا، وبيهربوا فعلا. والعبيد اللي كانوا محبوسين بيقرروا انهم يساعدوا بعض، وكل واحد فيهم بيساعد التاني انه يقطع السلاسل بتاعته. وبيجي اليوم اللي بعده وبنلاقي كن بيحفر قبر لشان، وبات مستغرب وبيقول له مش ده اللي سرق حبيبتك؟ وبيبص كن على الشمس وهو شاد شان وبيقول له كده انا احب نفس المرأة. وبعد ما بيدفنوا بيروح هو وبات لمدينة جديدة، واللي اول لما بيدخلوها بيشوفوا ناس كتيرة فيها وانها مليئة بالحياة. وبات بيسأل كن ما تعرفش ليه في ناس كتير هنا؟ وكن بيرد عليه وبيعرفوا ان ده بسبب انها واحة فيها مياه، وان اي مكان فيه مياه بيتجمع فيه ناس وبيتبادلوا المعلومات والاغراض مع بعض. وهم بيمشوا في الشارع مرة واحدة بنلاقي شخص اترمى من شباك البار، والشخص ده بيبقى صاحب البار اللي بيقدم الاكل والمشروبات، وراجل ضخم جدا ومليان عضلات طالع بره وراح لصاحب البار وبيقول له برضه لسه مش عاوز تجيب لي اكل ببلاش. وبات بيستغل الموقف لصالح كيرشو وبيقول لصاحب البار هنحميك من الراجل ده مقابل اكل يومين ببلاش. وصاحب البار بيقول له يومين كتير قوي، خليها يوم ونص. وبات بيوافق وبيقول للراجل الضخم انه يجهز نفسه عشان هيتضرب. فالراجل بيقول له طب تعالى لي يلا. بات قال له هو انت مفكرني انا اللي هواجهك؟ لا يا باشا، انت هتواجه كان. وفعلا بتبتدي مواجهه بينه وبين كان، وكان بيستخدم تقنيته عليه ولكن مش بيقتله بل بيشل دراعاته وبيقول له عشان لما تيجي تاكل بعرق جبينك. المهم بيخشوا جوه البار وصاحب البار بيقدم اكل قليل بحجه ان كل حاجه هنا غاليه. وكان بيساله ما تعرفش مدن كبيره هنا جنب المدينه دي؟ قال له ما فيش غير مدينه هلكه، والمدينه دي اي حد بيخشها مش بيطلع منها. وكان بيستغرب وبيساله ليه واسمها ايه؟ وصاحب البار خلاص هيقول له اسمها، بس مره واحده بيوقف كلامه وبيترعب. وبنشوف 3 رجاله داخلين البار لبسهم زي الشرطه وبيسالوا لو في نساء هنا، وصاحب البار بيقول له لا ما فيش، وبيقول بصوت واطي لكن ان دول من المدينه اللي بيتكلم عنها. وساعتها الرجاله دول بيبص على كن بنظره غريبه كانهم شاكين فيه. وبات بيطلع بره يشوف الناس دي، وساعتها بيشوف زي سجن مربوط في العربيه وبيكون فيه نساء، ومن ضمن النساء دي ران اللي كانت حارسه السجن واللي انقذها كن. واول لما بيشوفها بيتصدم وبيجري يقول لكن اللي شافه. وصاحب البار بيقول في بنت انتوا عارفينها معاهم، يحظكم الاسود. وبيعرفهم ان دي رجاله بيكونوا من منظمه اسمها جولان، وان فكرتهم انهم شايفين نفسهم مختارون وانهم احسن البشر، فبيسعوا انهم يعملوا ارض اسمها ارض الحكام، وبياخدوا النساء عشان يكونوا النسل ده. حتى البنات الصغيره بياخدوهم وبيسيبوهم لحد لما بيكبروا. وكن بيسال عن وجهتهم وصاحب البار بيقول له وبيحذروا منهم قبل ما يمشي، وبيعرفوا انهم اقوياء جدا. وكن بيروح هو وبات عشان يلحقوهم. وبنروح لمنظمه جولان اللي بتبقى في طريقها لارض الحكام، وبيعترض طريقهم مجموعه شباب، والشباب دي شكلهم عاديين وبتكون زوجاتهم مخطوفه وموجودين في العربيات، وبيقولوا رجعوا لنا زوجاتنا. فالمنظمه بتنزل من العربيات وبتطلع اسلحتها وسكاكينها وبيحدفوا السكاكين عليهم، وفي عدد كبير جدا منهم بيموت، والباقي اخدوهم وودوهم قدام زوجاتهم وبيسالوا الاول النساء مين زوجة ده ومين بنت ده، وبيقتلوا كل واحد منهم قدام زوجته وبنته عن طريق حبل حديدي حاد. وبيجي كن اللي اول لما بيجي وبتشوفوا منظمه جولان بيسالوه انت جاي تنعدم هنا ولا ايه؟ وبيرد عليهم كن وبيقول لا ده انتم اللي هتتعدموا، وبيرمي عليهم السكاكين وبيطلع كن سلاحه واللي بيكون اسمه النونشاكو، وبيصد كل السكاكين وبتترمى عليهم كلهم، وبيتبقى القائد بس واللي بيكون سلاحه هو الحبل الحديدي الحاد. وبيقول بقالي كتير ما واجهتش حد قوي. وكن بيرد عليه وبيقول له واخر مره هتواجه. وبتبتدي المعركه، وكن بيفاجئوا بركله في وشه بسرعه واللي بتصيب كمان مسار الطاقه بتاعه، واللي بيخلي القائد يعدم نفسه بنفسه. وبعدها بيروح كن يفتح السجن بتاع النساء، ورن بتجري وهي فرحانه وبتحضنه، وبنشوف بنت صغيره وهي بتصوت عشان جثه ابوها اللي اتقتل قدامها، فبيستخدم كن تقنيته عشان يهديها. وبعدها بيقرر كن ان يروح لارض الحكام بنفسه ويدمرها عشان ما تحصلش المعاناه دي تاني لاي طفله ولا اي زوجه. وبيرجع بات ورن للبار وبيتكلموا مع صاحب البار اللي بيقول كن محظوظ جدا المره دي، بس انه يروح لارض الحكام اللي فيها فريق القبعه الحمراء ده جنان، لان دول اقوى كتير من منظمه جولان، والواحد منهم يقدر يقتل 500. واول ما رن بتسمع الكلام ده بتجري لارض الحكام ومعها بات، وبنشوف تدريب فريق القبعه الحمراء اللي بيكون شديد جدا وقاسي لدرجه ان في 2 اخوات بيتدربوا، واحد منهم بيقع على الارض والرئيس بتاعهم مسك ايد اخوه وخلاه يقتله. يعني عزيزي المشاهد كميه القسوه كبيره جدا. وبيظهر كن في وسطهم اللي بيتريق على الرئيس بتاعهم، فهاجم عليه شويه ناس فقام ضاربهم وقعهم على الارض. وبيقوم الرئيس بتاعهم برمي ابر من حديد، بيحاول كن يصد الابر دي وبيقطعها، ولكنها برضه بتكمل في طريقه وبتخبط فيه، واول لما بتلمسه بتخرج كميه دم كبيره جدا من كن. وبيضحك الرئيس بيقول له انت هتفضل تنزف لحد لما تموت، وبيرمي عليه ابر اكتر وبتصيبه. وكن بيشد عضلات جسمه وهدومه بتتقطع بسبب حجم عضلاته، والابر بتخرج واحده ورا الثانيه. والرئيس بيقول شكلك من النوع اللي مش ضعيف، شكل كده مش
مش هستهين بيك. وبيقول لرجالته دي فرصه جميله جدا عشان توروني نتائج التدريبات بتاعتكم، يلا هجموا عليه. وكان بيقول لهم انصحكم محدش يهجم والا هيلاقي حتفه. وكلهم بيضحكوا عليه وبيتريقوا وبيهجموا عليه، ولكن كان بيصد ضرباتهم وبيضربهم واحد تلو الاخر وبياخد سلاح حد فيهم وبيضرب 4 في نفس الوقت. والرئيس بيعجبه حركات كن جدا وبيقول له انا بقى هقضي عليك بنفسي. وكن بيقول له كل اللي انت شفته ده ابسط حاجه في فن الهوكتونوكن. والرئيس بيتريق عليه وبيقول له ده انا احسن واحد في فريق القبعات الحمراء اللي بتعرف تستخدم السكاكين. وبيهجم عليه والرئيس بيحاول يصيب كن بالسكاكين وبتكون ضرباته سريعه جدا، طب بيضرب 10 طعنات في الثانيه الواحده. ولكن يا عزيزي ده وكن بيراوغ كل ضرباته السريعه، وفي جزء من الثانيه كن بيكون وراه وبيستخدم التقنيه بتاعته عليه وبيقول له انت دلوقتي في اعداد الموتى. والرئيس بيبقى خايف جدا، ومره واحده الرئيس مش بيعرف يتحكم في جسمه وبيرجع لورا وراسه بتخش في حوض الميه. وكن بيمسك راسه وبيحطها في الحوض وبيقول له لو عاوز تعيش عرفني مكان القائد بتاعك. وعلى طول بيقول له ان العقيد بتاعه موجود في المبنى ده، وبيقول له كمان سواء قتلتني او سبتني فاستحاله تعرف تقتله، فهو تجسيد حي للانسان الخارق. وكن بيسيبه وبيمشي وبيكون رايح للعقيد. فبيقوم الرئيس يقول له انت مفكر نفسك هتروح كده عادي؟ ده انا مش هسيبك لحد لما اموت. وكن بيقول له انت ميت اصلا بس انت مش عارف. ومره واحده بطنه بتنفجر وبعدها راسه بتنفجر يا عفو الله. وبيروح كن للعقيد ومحدش من منظمه جولان قادر يكلمه او يقف قدامه. وبنروح لبات وران اللي بيكونوا لسه واصلين للمدينه، وبيقترح بات انهم يستنوا كن هنا، بس ران مش بتسمع كلامه لو لثانيه واحده وبتروح بتجري على المدينه. وبات بيقول لها استني هنا. وبنروح لكن اللي بيخش غرفه العقيد، واللي اول لما بيخشها بنشوف تماثيل كتيره واللي بتبقى على شكل محاربين، والاوضه اصلا شكلها مريب ومش مريح. وكن بياخدوا كام خطوه ومره واحده بيقف وبيضرب احد التماثيل، واللي بيطلع ان كان جواها فرد من افراد منظمه جولان اللي كان بيحاول يقتل كن، بس كن بيحس بيه قبل ما يعمل اي حاجه. وبنسمع صوت حد معجب بقوه كن، وبيطلع ان ده صوت العقيد اللي بيقول له انت بقى اللي متقن فن الاغتيال العظيم الهوكتونوكن. فكن بيقول له انا هاخد منك اجابه سؤال واحد قبل ما اوديك للجحيم. العقيد قال له اسال، انا كده كده هجاوبك كهديه ليك قبل ما اموتك. وبيساله كن عن سبب طموحاته ان يعمل المدينه دي، فبيرد عليه العقيد وبيقول له ايام زمان ايام ما كنا جنود كان فريق القبعات الحمراء فريق مخلص للدوله، وكانوا بيقوموا بكل الاوامر والتعليمات. ولكن في يوم من الايام بيروح العقيد للرئيس بتاعه وبيطلع العقيد اللي في قلبه، فالرئيس بيرد عليه وبيقول له انتم عباره عن قطع شطرنج بحرككم زي ما انا عاوز، وكلكم ما تسوش حاجه قدامي. فساعتها بيفهم العقيد ان ارواحهم رخيصه بالنسبه للناس دي. وفي اليوم الثاني الرئيس بيضغط على زرار احمر كده، وساعتها بتنفجر قنبله ضخمه جدا وكل الرؤساء بيموتوا، وبيتبقى الجنود ذات القبعات الحمراء نظرا لقوه جسدهم بسبب التمارين. فمن وقتها بيقولوا انهم مختارون، وبيقرر العقيد ان يعمل مدينه يخلي فيها كل الاقوياء، وقرر ان اسمها يكون مدينه الحكام. وبتبدا المواجهه ما بينهم، وساعتها العقيد بيستخدم سلاحه اللي هو عباره عن سكاكين حاده بتترمي وبترجع تاني، وبيرميها على كن اللي بيعرف يراوغها، بس بترجع تاني وتصيبه عشان ما كانش عامل حسابه. العقيد بيرميها تاني، بس كن المره دي فاهم اللعبه بيراوغها بكل سهوله. فالعقيد بيقول له ده مجرد حظ، انا كاشف تحركاتك الجايه كن. وبيرمي عليه 4 سكاكين مره واحده، بس كن بيغمض عينه وبيركز، واول لما بيحس بيهم بيكسرهم في الهواء. وساعتها العقيد بيقول له ده فن الهوكتونوكن صح؟ انا ما سبتش فن قتالي الا ودرسته وعرفت نقاط ضعفه. وبيفاجئنا ان بيستخدم فن تاني اسمه نانتومون كن، وبيهجم على كن بمخالب حاده جدا، فكن بيضطر يراوغ بدل ما يصد، بس العقيد بيعرف يخربش وشه. وهنا كن بيفهم ان العقيد بيقرا تحركاته من هالته وحركه عينيه، فكن بيغمض عينه عشان يركز للضربه الجايه. فالعقيد هو كمان بيخفي هالته عشان كن ما يعرفش الضربه جايه منين. وفي عز الهدوء ده العقيد بيهجم فجاه، بس كن بيقرا حركته وبيمسك ايده وبيديله حته علقه وضربات ورا بعض بتوقع العقيد في الارض، وهو مصدوم من القوه دي وبيقول واحد بقوتك دي يقدر يبني مدينه زي مدينه الحكام بسهوله. وفي وسط المعمعه دي بتدخل رين وهي بتجر السيف على الارض وبتقول كن انا جاي اساعدك واحارب معاك. فكن بيجري عليها، بس العقيد الواطي بيستغل الموقف ده وبيرمي رمح على رين، بس كن بيلحقه وايده بتتصاب. والعقيد بيفضل يضحك ويقول واحد مرعب زيك نقطه ضعفه تبقى رقه قلبه. رين بتزعل جدا وبتتاسف لكن اول لما بتشوف دراعه، بس كن بيطمنها وبيقول لها ما تخافيش. ومره واحده العقيد بيقول له مش هتعرف تواجهني وانت متصاب كده، انا هخلص عليك بكل سهوله. فكن بيبص له باستهزاء وبيقول له بجد. ومره واحده بيفعل تقنيته اللي بتعمل عقيد وبتخليه يضرب في الهواء في كل حته من رعبه. وكن بيحط الصباعين على راسه وبيستخدم تقنيته اللي بتخلي عظم العقيد يخرج من جسمه وبيموت في مشهد بشع. فرين بترجع تتاسف وبتندم انها كانت السبب، بس بيقول لها مفيش حاجه تستدعي الندم في الحياه دي. وبعد كده بيرجعوا ببار، وكن بيكون حقق هدفه ودمر المدينه. وبعد كده بنروح لطفل صغير اسمه تاكي ماشي في طريق صحراوي بقاله كتير ونظره ضعيف جدا وماشي بعصايه، وكان هيقع في حفره عميقه لو وقع فيها يموت. بس في اخر لحظه بيظهر بطلنا كن وبيمسكه وبيديله ميه، وتاكي بيشكره وكن بيمشي وبيرجع البار. واول لما كن بيوصل بات ورين بيجروا عليه وبيسالوه عرفت تدمر مدينه ارض الحكام ولا لا؟ فبيقول لهم فصاحب البار بيكون مذهول ومصدوم ان كن دمرها لوحده. وفي 2 شكلهم مريب بيسمعوا الكلام ويروحوا يعرضوا على كن ينضم
لمجموعتهم، بس بات بيتدخل وبيعمل فيهم مدير اعماله، فالراجل بيضربه كف بيطيره في الهواء، والرجاله بيلاحظوا ال7 ندبات اللي على جسم كين وبيتصدموا لما بيعرفوا ان هو اللي دمر عصابه كينج. فكين بيقول للراجل ابعد ايدك القذره دي من عليا، وبيرد له الكف اللي ضربه البات. فالراجل التاني كان لسه هيطلع سكينه، بس رئيسهم اللي بيكون قاعد جوه البار بينده لهم، وساعتها بيدخل البار تاكي اللي بيكون شكله متبهدل وتراب مالي وشه. فصاحب البار بيتضايق، بس بات بيديله فوطه يمسح وشه، واول لما بيمسحه بات بيحس انه يعرفه وبيقول له ايه ده، هو انت تاكي؟ تاكي بيعرف صوت بات وبيحضنوا بعض، وتاكي بيفضل يعيط. وبنعرف ان بات وتاكي من نفس القريه اللي كانت بترعاهم فيها خاله اسمها تايو، ودي بترعى الايتام. بس بير الميه بتاع القريه نشف، الخاله حاولت تحفر بير تاني بس ما قدرتش عشان في طبقه صخور سميكه، وكانت محتاجه حد قوي يحفر. فكان بيقرر يروح معاهم ويساعدهم. وفي الوقت ده رئيس العصابه بيسمع الكلام وبيمسك الاثنين رجالته يضرب راسهم في بعض وبيفرقعهم، وبيقول لهم كم مره قلت لكم لو عاوزين تعيشوا ما تتحدوش مع حد اقوى منكم. المهم بيروح للقريه والاطفال بيجروا على بات بيحضنوه، والخاله تيو بتشكر كين، بس اول لما بتشوف تاكي بتجري تطمن على عينه، وتاكي بيطمنها وبيدخلوا جوه، والخاله بتدي الكن والعيال ميه بس هي ما بتشربش، وتاكي بيلاحظ ده وبيزعل لانها بقالها ايام من غير ميه. والخاله بتقول لكن انها بتعتبر كل الايتام دول ولادها، فبات بيقول لها الا انا مش بعتبرك امي، وطبعا هو بيعشاها بس عشان شاي شويه فمش بيعترف بده. وبالليل وكل نايم بات بيجري يصحي كين وبيقول له ان تاكي راح يسرق ميه من قريه جنبهم على بعد 3 كيلو، وقانون القرى هناك ان اللي يسرق ميه بيتقتل مهما كان عمره، وحارس البير ما عندوش اي رحمه. فكن بيطير على هناك، وهناك بيشوف تاكي بيملي الجردل ويا دوب لسه يمشي بيلمحوا حارس البير من بعيد وبيرمي عليه رمح فبيجي في قلبه بدون اي رحمه. وكن بيوصل في اللحظه دي وبيمسك الحارس يديله ضربه تقسم راسه نصين، وكن بيجري على تاكي اللي خلاص بيموت، وتاكي بيقول له ودي الجردل ده للخاله وقول لها دي ميه ليكي. وكن بيساله ليه عملت كده ورحت اصلا؟ قال له عشان الخاله بقالها ايام ما شربتش، وطلب منه يساعد اهل القريه، وبيموت تاكي بين ايدين كان. وكن بيرجع القريه شايل تاكي والخاله بتنهار من العياط، وساعتها كن بينزل البير عشان يكسر الصخور والميه تطلع، بس بات بيقول له مستحيل تعرف تكسرها دي ضخمه وسميكه جدا. بس كن بيضربها ضربه واحده وهو بيصرخ باعلى صوته وبيقول تاكي، وفعلا الصخور بتتكسر والميه بتطلع والخاله بتشكره جدا. وكن بيحذر الخاله تخبي البير عشان لو حد عرف هيحصل هجوم عليهم. وللاسف عصابه جاكال كانوا مراقبين كل ده من الجبال، وجاكال بيقول لرجالته مش هنسرق الميه دلوقتي، هنستنى كن يمشي اول وبعدين نسرقها. بس 3 من رجالته بيخالفوا اوامره وبينزلوا، وجاكال بيقول يستاهلوا لا يحصل لهم، اتفرجوا بقى عليهم. وال3 بياخدوا الجرادل من الاطفال، بس كن بيطلع لهم وبيقول لهم خدوا الميه اللي انتوا عاوزينها بس امشوا من هنا وما ترجعوش تاني، واقفلوا بقكم بموضوع الميه ده. والعصابه بتستهزأ بيه وبيقولوا المكان ده بتاعنا. فكن بيضرب اول واحد فيهم والاثنين التانيين بيهجموا عليه، فكن بيستخدم تقنيته عليهم وبيخليهم يفقدوا الذاكره، وبيطلب من بات يرميهم في الصحراء بعيد عن هنا. وبيجي الليل وكن بيقرر يمشي عشان خايف يسبب لهم مصايب بوجوده، بس الخاله بتطمنه وبتوريه بندقيه وذخيره هتحمي بيها العيال. وبيمشي كن في هدوء والعيال كلهم نايمين، وفي واحد من الاطفال بياخد باله وكان هينادي عليه، بس الخاله تيو بتسكته بتقول له سيبه يمشي ده قدره وفي ناس تانية لسه محتاجاه. وكن بيخرج من القريه وبيكون بات وران مستنيينه بره وبيمشوا معاه، واول لما بيمشوا عصابه جاكال بتلمحهم وبيستغلوا الفرصه دي وبينزلوا يهجموا على القريه وهم مطمنين ان كن مش موجود. والعصابه بتدخل القريه، وساعتها الخاله بتجمع الاطفال وراها وبتمسك البندقيه وبتقول لنفسها لو ضربت زعامهم بالبندقيه هيخافوا يهربوا. وفعلا بتضرب نار على جاكال، الرصاص بتخدش وشه وبيقع من على الموتوسيكل بس بيقوم سليم وزي القرد، وبيروح ناحيه الخاله وهي بتهدده انها تقتله لو قرب، بس الواطي بيهددها ان لو عملت اي حركه هيفرقع نفسه بديناميت يخلي المكان كله رماد. والخاله بتخاف فبيقرب منها وبياخد البندقيه وبيطعنها بسكينه عشان تموت ببطء، وبينده على دراعه اليمين واكتر واحد مقرب ليه واسمه فوكس، وبيقول له ايه احسن طريقه نعذب بيها الست دي؟ ففوكس بيقول له نشنق الاطفال قدام عينيها واحد واحد. وجاكال بيعجبه الاقتراح ده وبيمسكوا اول طفل وبيجهزوا حبل المشناه ويا دوب لسه هيزقوه عشان يشنقوه، بيظهر كن من العدم ومن وراهم وبيشنق هو الراجل وبيكسر رقبته. هتسالني وتقول لي كن رجع ازاي؟ هقول لك ان سمع صوت ضرب نار البندقيه لما الخاله ضربت جاكال وعرف ان في مصيبه حصلت، وجاكال بيترعب وبيقول له انا مش عاوز اواجهك. ولسه هيؤمر رجالته ينسحبوا، بيطلع واحد من رجالته ملاكم وبيقول له احنا هنمشي عشان حته عيل زي ده، وبيروح يهاجم كان، وطبعا كن بيعمل منه كفته وبيدمر ايده وبيقتله في ثانيه. وهنا عشان جاكال وعصابته يعرفوا يهربوا، فوكس بياخد طفلين وبيحطوا ورا راس كل واحد ديناميت، والاطفال بيجروا في اتجاهين عكس بعض من الرعب، والعصابه بتستغل ده وبتهرب. وكن بيلحق ينقذ طفل، بس المشكله ان الطفل التاني بيكون بعيد جدا، وساعتها اللي بتنقذه وتضحي بنفسها هي الخاله تايو. فكن وبات بيجروا عليها وهي بتلفظ انفاسها الاخيره، وبات بيكون منهار من العياط، فكن بيقول له دي فرصتك يا بات، وقصده انه يقول لها يا امي. فالخاله بتقول لبات انها عارفه انه ساب القريه عشان حجمه كان اكبر من باقي الاطفال وكان بياكل اكتر، فحب يوفر لهم الاكل. وبات بينهار اكتر وبيصرخ وبيقول لها يا امي، والخاله بتموت وهي مرتاحه بعد ما سمعتها منه.
وبات بيفضل يصرخ ويعيط عليها. المهم تاني يوم كن بياخدوا الاطفال يوديهم البار، وبيطلب من صاحب البار يوفر لهم اكل وشرب ويخلي باله منهم. وطبعا عشان الراجل ده بخيل وجلده، فكن بيشغل دماغه عليه وبيلمس راسه على اساس ان عمل له تقنيه تموته. فالراجل بيترعب وبيقول له انا هموت بعد قد ايه؟ فكن بيبص له بيقول له كمان شهر، بس ممكن الغيها لما ارجع من مهمتي لو انت عملت اللي قلت لك عليه. فالراجل بيوافق غصب عنه، وفي نفس اللحظه العيال بتفضل تطلب طلبات اكل للصبح. وبعد كده بنروح لمكان فيه عدد قليل من عصابه جاكال، وفجاه بيطب عليهم كن وبيفرمهم كلهم وبيسيب واحد بس عايش، وبيعمل عليه تقنيه وبيقول له وصل الرساله دي لجاكال. الراجل بيسال وهو مرعوب فين الرساله دي؟ كن بيقول له ببرود الرساله في جسمك. الراجل بيروح لجاكال وهو مش فاهم اي حاجه وبيحكي له اللي حصل، وفجاه العصابه بتلاحظ ان وش الراجل بيتغير ومره واحده بينفجر. وهنا جاكال بيفهم انه لعب بالنار، فرجالته بيقولوا له لازم نلحق فوكس لانه قريب من المكان اللي الراجل ده جه منه. بس جاكال بيقول لهم احنا نستغل الوقت ونهرب وسيبكم من فوكس ده خالص. وده يثبت لك قد ايه جاكال شخص حقير يا صديقي. وبنروح لفوكس اللي بيكون مرمي في المدينه على الارض وعامل نفسه مغمى عليه، وسكان المدينه بيروحوا عشان يخلصوا عليه، بس دي بتطلع حيله خبيثه منه. واول لما بيقربوا منه بينطوا في الهواء وبيقتلهم كلهم. وبعد ما بيخلص بيفكر يعمل حمام، فبيروح يعمل كده على جثه شخص ميت. بجد كميه قذاره لا توصف. وهو بيعمل كده بيسمع صوت غريب، وفجاه بنلاقي ايد كسرت الحيطه ومسكت وشه، وده طبعا كن اللي وشه مليان غضب. وكن بيمسك وش فوكس وبيكسر بيه الحيطه، وفوكس بيترعب وبيقول له انا اسف مش عاوز اواجهك، انا هقول لك جاكال رايح فين مقابل انك تسيبني اعيش. فكن بيقول له انت كده كده هتنطق غصب عنك. وفوكس بيحاول يعمل حيلته الخبيثه على كن، بس كن كشفه فبيجيب صخره ضخمه وبيرميها عليه، وفوكس بينط في الهواء وبيدور على كن، بس كن بيكون مستنيه تحت وكاشف نقطه ضعفه، وهي ان بياخد دافع من الارض عشان ينط. فكن بيفضل يديله ضربات متتاليه في ظهره بتشله وما بيعرفش يتحرك. وكن بيساله عن مكان جاكال، بس فوكس ما بيردش، فبيعمل عليه تقنيه بتخليه يتكلم غصب عنه، وبيعرف منه ان جاكال رايح لسجن فيلاني، وده سجن كان جاكال محبوس فيه زمان وموجود فيه اشد المجرمين في التاريخ. وبعد كده كن بيفعل تقنيته وبيرمي فوكس على الحيطه وراسه بتنفجر في مشهد مرعب، وكن بيقول مات واحد ولسه الباقي. المهم بنروح لجاكال وعصابته اللي دخلوا بار قريب من السجن. جاكال بيطلب ميه من صاحب البار باستهزاء، بس صاحب البار بيرفض، وجاكال بيتصدم وبيقول له انت ازاي ترفض طلبي؟ مش خايف اموتك؟ فالراجل بيقول له اخاف من الموت ازاي وصاحب الندبات السبعه وراك اصلا. وجاكال بيترعب وبيقول له عرفت منين؟ فالراجل بيضحك وبيقول له دي كل الناس عرفت، وعلى العموم هو سايب لك هديه. وهنا بيشوفوا جثه فوكس وشكلها مرعب جدا، والعصابه بتترعب وبيقولوا ده عمل كده في فوكس، امال احنا هيعمل فينا ايه؟ وجاكال بيتعصب وبيمسك راس صاحب البار بيخبطها في الترابيزه، والعصابه بتحاول تهرب بس بيتصدموا لما بيلاقوا تانك البنزين بتاع موتوسيكلاتهم مخروم ومفيش فيه بنزين، وبيشوفوا شاحنه وبيجروا عليها وبيطلبوا من السواق بتاعها ياخدهم معاه، بس فجاه راس السواق بتنفجر والعصابه بتترعب وبيسالوا هو فين، وبيلاقوا جثه واحد من زمايلهم اترمت عليهم من فوق. بيبصوا بيلاقوا كن ملامح وشه كلها غضب، فبيقول لنفسهم احنا لو سلمنا راس جاكال ممكن يسيبنا نعيش. وبيرجعوا البار جاري، وهناك بنشوف جاكال قاعد يضرب في جثه فوكس ويقول كان لازم تعترف بمكاني. وفجاه العصابه بتحاصره وبيقولوا له لو قتلناك وسلمنا راسك لكن ممكن نعيش. وجاكال بيحاول يثبتهم ويقول لهم يا جماعه انتوا حبايبي، هو عاوز يوقعنا في بعض. ولما بيحس ان الكلام ملوش لازمه بيقطع راس واحد فيهم وبينط من الشباك وبيرمي عليهم ديناميت وبيخلص عليهم كلهم. ويا دوب لسه بيلف بيلاقي كن في وشه، فبيقول له بخوف ازيك يا صاحبي، صدقني انا مش عاوز اقتلك، بس كن بيكون جايب اخره ولو طاله هيموته. وجاكال بيحاول يضربه بالسكينه بس كن بيصد الضربه وبيكسر له دراعه. وجاكال بيتألم جدا وبيطلع يجري ناحيه السجن، وهناك بنشوفه بيكلم حراس السجن وبيقول لهم هاتوا المفتاح بسرعه. الحراس مرعوبين وبيقولوا له انت عاوز تخرجه ولا ايه؟ لو طلعته كلنا هنموت. فواحد من الحراس من كتر الرعب بيقرر ياكل المفتاح، فجاكال بكل وحشيه بيقطع الحارس نصين وبياخد المفتاح. يا ترى بقى هو هيطلع مين من السجن؟ وبنشوفه وهو نازل السلالم وبيقول مفيش شيطان هيتهزم الا بشيطان زيه، وبيستخدم ديناميت عشان يكسر باب كبير جدا. واول لما الباب بيتكسر بنشوف شخص ضخم جدا حجمه قد عماره بحالها، والراجل الضخم ده بيكون محكوم عليه بالاعدام 13 مره وما عرفوش يقتلوه. والعملاق ده بيمسك جاكال وبيقول له انت بقى اللي حبستني تحت المده دي كلها. وجاكال الخبيث عشان يستغله ضد كن بيمثل عليه وبيقول له انا اخوك الكبير وجيت اخرجك، وبيوري له صوره وبيقول له دي امنا. والعملاق الغلبان بيصدقه، وجاكال بيرمي ديناميت يكسر بيه السقف، والعملاق بيشوف النور لاول مره من سنين لدرجه ان من فرحته كان هيفعص جاكال في ايده. وبيدخل كن عليهم وبيقول لجاكال بكل برود تمثيلك وحش قوي. فجاكال بيزعق وبيقول للعملاق اخويا ده هو اللي حبسك زمان وعاوز يقتلني. والعملاق بيصدق وبيساله انت بقى اللي حبستني. وجاكال بيفرح جدا ان عرف يروض الشيطان ده لصالحه. وكن بيهجم بس العملاق رغم ضخامته سريع جدا وبيمسك كن وبيرميه بره السجن، وكن بيتقلب. وجاكال بيقعد يستفزه يقول له مفيش امل انك تصمد قدام الشيطان ده. بس كن بيكتشف ان العملاق ده بيستخدم فن قتالي محظور من كتر قسوته وبشاعته، فن عمره 5000 سنه اسمه ريوكن. وساعتها كن بيقرر يستخدم 100% من طاقه وقوه جسمه، وزي ما انتم عارفين الانسان العادي بيستخدم 30%
بس، وجاكال بيتصدم من شكل وقوة جسم كن بينط في الهواء والعملاق بينط وراه، وبتبدأ المعركة الحقيقية. بيفضلوا يضربوا في بعض وهم طايرين، وكن بيعرف يصيب العملاق بضربات متتالية في مسارات الطاقة في جسمه، وجاكال بيترعب من اللي شايفه، والعملاق بيعلى الأرض وبيموت من تقنية كن في مشهد أسطوري. وبعد كده كن بيروح لجاكال الجبان بيحاول يغير كلامه ويقول له عاش يا كن، انا اصلا كنت خايف من الشيطان ده، كده البشريه بقت في امان. فكن بيقول له مش انت كنت بتقول ان اخوك؟ جاكال بيقول له اخويا ايه، انا ما اعرفوش. وفي اللحظه دي العملاق وهو بيموت بيمسك جاكال وبيقول له انقذني. فجاكال بيقول له يا عم سيبني، انا كدبت عليك، انا مش اخوك. وما كانش عارف يتحرك من مسكه العملاق، فكن بيلمح ديناميت على الارض فبيولعه وبيحطه جنب جاكال، وجاكال بيعيط وبيقول له ما تسيبنيش يا كن، انا اسف وهعمل لك اي حاجه. كن بيبص له وبيقول له ابقى شوف بقى لو عرفت تخدعني وتقنعني زي ما بتعمل مع الناس. والقنبله بتنفجر وكن بيمشي وبيقول انا مش بشفق على الاشكال دي. وبعد الاحداث دي بنروح للست ماشيه لوحدها متغطيه في الصحراء، وفي عصابه ماشيه وراها بترخم عليها وبيقولوا لها تسمع كلامنا ونديك اكل. ومره واحده الست دي بتشيل القماش من عليها وبتطلع راجل معضل وشكله شبه كان، وبيقول لهم حلو قوي طلعوا الاكل بقى عشان انا جعان. والعصابه بتتعصب وبتهجم عليه، بس الراجل ده في لمح البصر بيقطعهم اشلاء. واخر واحد فيهم بيقول له انا عارف الفن ده فن نانتو سوتشيكان. الراجل بيقول له عليك نور. الفرد الاخير ده بيطلع سلاحه وبيقول له لو قتلتهم مش هتعرف تقتلني، وانا معايا السلاح ده مفيش حد يهزمني وانا ماسكه. فالراجل الغريب بيقول له يبقى انا اول واحد واخر واحد يهزمك. وبيهجموا على بعض، ومره واحده الراجل ابو سلاح ده بيحس بشعور غريب وبيبص بيلاقي دراعاته الاتنين مش موجودين، والراجل الغريب ماسك دراعاته بيقول له الحق اللي وقع منك يا صاحبي. وبعد كده بيقطع هدوم فرد العصابه وبيدور على حاجه معينه، شكله كده بيدور على السبع ندبات اللي على صدره، ولما مش بيلاقيها بيقول له كده ما بقاش ليك لازمه. وبيقطع وشه وبيقول لنفسه انا هلاقي صاحب الندبات السبعه ده وهقتله. نروح بقى الكن اللي رجع للبار، ورن بتجري عليه تحضنه وبتساله خلصت عليهم ولا لا، فبيطمنها وبيقول لها ايوه. وبات بيفرح جدا وبيقول له عندي ليك اخبار حلوه. بيقول له ان في قريه وافقت تاخد بالها من الاطفال بس مقابل ان كن يحميه من قطاع الطرق، وكن بيوافق. وصاحب البار اول لما بيشوف كن بيجري عليه وبيقول له ابوس ايدك فك التقنيه اللي عملتها لي. وفعلا كن بيفكها، وبيروحوا القريه وبنلاقيها قريه شغاله وفيها انتاج وزراعه. ورن بتشوف ورد لاول مره من زمان وبتفرح بيه وبتلمسه، وبتيجي بنت اسمها مامية. كن اول لما بيشوفها بيتصدم لانها نسخه من يوريا حبيبته، بس بيقول لنفسه مستحيل تكون دي يوريا ماتت. وحتى بات بيحس ان شافها قبل كده. ومامية بتاخد رين معاها البيت عشان تغسل لها شعرها، واول لما بتمشي بيظهر الراجل الغريب بتاع فن الناتسو سوتشوكان في القريه، وبيروح لكن وبيقول له هي دي حبيبتك، خلي بالك منها احسن حد ياخدها. وبيقول له ناس ميراي خليك فاكر الاسم ده كويس. وبنعرف ان جاي يدافع عن القريه معاهم. وبنروح لمامية وهي بتغسل شعر رين، ورين بتسالها القريه دي اتعملت ازاي وفيها اكل وشرب وكده. ومامية بتقول لها ان ابوها وامها هم اللي لقوا بير وبنوا القريه، وعشان كده هي بتعتبر القائده بتاعتهم دلوقتي. وبيدخل عليهم ري وبيقول لمامية بنت قمر زيك ازاي تحارب، ده مش مكانك. وفي نص الكلام بنشوف عشيره فانك بيهجموا على القريه من بعيد، وكانوا متفقين مع ري وبيقولوا ري دخل القريه خلاص احنا كده كسبنا، واهم حاجه جندنا قبلهم. واول لما بيدخلوا بيلاقوا كن في وشهم، وكن بيفرمهم واحد ورا التاني بتقنياته وهم واقفين فاتحين بقهم من الصدمه. وري بيسمع الصوت وبيطلع بره، فالعصابه بتفرح بس مفاجاه ان ري بيهجم عليهم، والعصابه بتتصدم وبتقول له انت خاين خنتنا ليه. كن بيستغرب وبيلقط القصه وبيساله انت سبتهم ليه. ري بيرد ببرود غيرت رايي، انا بكون مع الاقوى، ولما شفتك بتخلص عليهم بسهوله ده شجعني ابقى معاك. انا هدفي افضل عايش لحد لما اقتل صاحب الندبات السبعه. وبات بيخاف على كن، وكن بينصدم لما بيشوف ري بيستخدم فن السوتشوكن وبيفهم ان قوي فعلا. وفي واحد من العصابه كان عامل ميت ومرمي على الارض ولسه يقوم يهجم على ري. كن بيقول له ما تخافش هو ميت اصلا. وفجاه الراجل بينفجر، ومامية وري بيندهشوا، وري بيقول لنفسه ايه ده فن الهوكتو شانكن، الفن الوحيد القادر على مواجهه الفن بتاعي. وبيساله هو انت متقن لفن الهوكتو شانكن، وبيبص لبعض بنظرات كلها تحدي. ومره واحده حارس بيصرخ مصيبه، فبيروحوا يشوفوا في ايه، بيلاقوا العصابه ماسكه ولد صغير عنده 15 سنه من اهل القريه، وبيقولوا زي ما قتلتوا اخواتنا ده هيبقى مصير كل واحد فيكم. وبيعذبوا الولد، والولد من شجاعته بيقول لهم اقتلوني بسرعه. فالحارس بيطلب يفتحوا البوابه عشان يروح ينقذه، بس مامية بترفض وبتقول محدش هيخرج، هم عاوزينكم تخرجوا عشان يقتلوكم. وكن بيكون خلاص نازل لهم، بس ري بيوقفه بيقول له ملهاش لازمه، لو نزلت هيقتلوه بسرعه ويجروا. وفي مشهد قاسي جدا بيقتلوا الطفل وبياخدوا القلاده بتاعته بيرموها على الارض، وبيقولوا ده مصير اهل القريه كلها لو ما خرجتوش منها النهارده، وهنديكم يوم واحد بس واللي هو بكره، لو ما خرجتوش هنهجم عليكم. وبنروح للاوضه اللي حطوا فيها جثه الطفل، وبيكون فيها الحارس وكن وري ومامية. مامية بتبان زعلانه شويه وبعدها بتمشي، فري بيقول للحارس انتم محظوظين ان القائده بتاعتكم ما عيطتش على موت طفل صغير. فالحراس بيرد عليه وبيقولوا الطفل ايه ده اخوها الوحيد. وهنا كن وري بيتصدموا من صلابتها. المهم بنروح لمامية اللي بتكون واقفه قدام قبر امها وابوها، وبتقول لهم خدوا بالكم من اخويا ده ضيفكم الجديد، وبتنهار من العياط قدام القبر من غير ما تبين ضعفها لحد. بس كن وري بيكونوا شايفينها ومراقبين الموقف. وبنروح لعصابه فانج اللي بيجروا لزعيمهم، والزعيم ده بيبقى شخص ضخم جدا وعينيه لونها احمر، وبيعرفوه ان ري خانهم وقتل كتير من رجالتهم. فالزعيم بيتعصب جدا وبيصرخ فيهم
فيهم. وفي نفس الوقت بنلاقي واحد من العشيره دي واقف بيراقب القريه بمنظار، ومره واحده بيلاقي كن في وشه، وكن بيمسكه يديله ضربه بتقنيته وبيساله مكانكم فين. فبيرد الواد بخوف ورا الجبل ده، وكن بياخد منه قلاده كو قبل ما يمشي، وبيقول له اياك تتحرك عشان لو اتحركت خطوه هتنفجر. وطبعا الفرد ده ما بيهموش وبيهجم على كن، وفي ثانيه بينفجر. وكن بيروح لمكانه بيلاقي العشيره كلها محاصره راي، وبيسال نفسه ايه اللي جاب راي هنا. والعصابه بيقولوا راي احنا زي الديابه بنحوط الضحيه، ومهما كانت قوتك مستحيل تصمد قدامنا. بس راي بيضحك وبيقول لهم قوه فني تقتلكم بسهوله، انا اقدر اواجه 1000 ضعيف منكم. ومره واحده بيسمع صوت كن من وراهم اللي بيقول انتم بتتكلموا كتير قوي، ما تهجموا عليه بقى. والعشيره بتتخض، وكن بيسال راي ايه اللي جابك هنا. راي بيبتسم وبيقول له نفس السبب اللي جابك، احنا الاتنين بنضعف قدام دموع البنات. والعشيره بتتعصب وبتقول لهم انتوا مش خايفين مننا ولا ايه. وبتبدا الحرب الطاحنه بينهم، وراي بيستخدم تقنيته اللي بتستهدف الجسم من بره وبتقطعهم شرايح، وكن بيستخدم تقنيته اللي بتستهدف الجسم من جوه وبتفرقعهم. والعشيره بتحاول تهجم من فوق ومن تحت بس مفيش فايده. كن بينط في الهواء بيخلص عليهم، وراي بيقطعهم بكل سهوله، وبيتبقى واحد منهم بس. فبيقول لكن لسه في عدد كبير من العشيره. كن بيبص له بيقول له دي اخر كلماتك يعني. هو بيضربه 1000 ضربه في نفس الثانيه. والواد بيقول له انا ما حسيتش بحاجه. فكن بيرد عليه وبيقول له ما تخافش هتموت في 5 ثواني. والواد بيترعب وبيقول مش عاوز اموت بعد 5 ثواني. فراي بيقول له خلاص هموتك دلوقتي، وبيقطع الشرايح، والشرايح دي بتنفجر كمان بسبب تقنيه كان. وبعد كده بيقعد كن وراي مع بعض، وراي بيديله ميه وبيقول له انا اندهشت لما عرفت انك بتستخدم فن الهوكتون كان. الفن ده بيورث لوريث واحد بس، عكس مدرسه النانتو اللي بيكون فيها اكتر من وريث. فكان بيساله هو انت ليه عاوز تقتل صاحب ال7 ندبات. فراي بيطلع طرحه عروسه وبيقول له انت عارف ايدي دي بتاعت اختي الصغيره اري اللي كانت هتلبسها في فرحها، وفي يوم ما كنتش موجود في القريه حصل هجوم عليها والسكان ماتوا، ولما رجعت لقيت ابويا بيموت، وقبل ما يلفظ انفاسه الاخيره قال لي صاحب ال7 ندبات انا مش قادر اتقبل موت اختي، ومتاكد انها لسه عايشه لاني دايما بشوفها بتعيط. وهنا كن بيساله سؤال صعب هتعمل ايه لو كان في صدري انا كمان 7 ندبات. وملامح راي بتتغير للغضب الشديد وكأن حرب ضخمه هتقوم، بس بيهدى فجاه وبيقول له نكته حلوه انا بعرف اميز الناس الطيبه من الشريره. وساعتها بيوصل بات ورين بالعربيه وبيرجع كلهم المدينه تاني. وفي المدينه بيكون في عزل كو اخو مامية، وكن بيدي المامية قلاده اخوها. فبتساله ايه ده انت هزمتهم؟ فبيرد كن راي هو اللي هزمهم وما كنتش محتاج اتدخل، وبيحذرها ان عشيره فانج منظمه جدا ولازم يخلوا بالهم منهم. فمامية بتطلع فوق لمكان عالي وبتقول لسكان المدينه احنا فقدنا شخص غالي علينا ومش هنسمح ده يحصل تاني، لازم نقف مع بعض ونواجه الصعوبات سوا. والسكان بيتشجعوا جدا بكلامها. وبنروح بقى لعشيره فانج اللي بيعيطوا على فقدان اخواتهم. فبيجي الزعيم وهو في حاله غضب وحزن شديد، وهو بيتوعد ان هيدوقهم من نفس الكاس، وبيقرر يدور على عائله كن وراي. وفعلا بيوصل لمكان اري اخت راي، بس ما بيلاقوش اي حاجه عن كن. وتاني يوم كن وراي بيكونوا رايحين لمكان العشيره. مامية بتقرر تروح معاهم، وراي بيقول لها تموتي، بس هي ما بتهتمش وبتقول له انا ايش ضمني انكم ممكن تهربوا. وطبعا هي واثقه فيهم بس بتجيب اي حاجه عشان تروح معاهم. وبنروح لزعيم العشيره اللي بيروح لمكان اري وبيطلب من قائد المكان انه يجيب له اري. القائد بيرفض بيقول له دي غاليه جدا، دي كلفتني طعام شهر كامل. فالزعيم بيقول له بص كده حواليك. القائد بيبص بيلاقي العشيره قتلت كل الحراس، فبيتعصب وبيقول للزعيم امشي من هنا، وبيرمي عليه صخره كبيره بتدخل في راس الزعيم وبيفتكره مات. بس الزعيم بكل برود بيقول له هو ده كل اللي عندك، وبيمسك الصخره بيكسرها في لمح البصر، وبيمسك قائد المكان وبيديله ضربتين براسه بيخلوا عينيه تخرج من مكانها. وافراد العشيره بيشوفوا اري وبينبهروا بجمالها وبيعرفوا ده سبب غلو سعرها. وبنروح لكن وراي ومامية اللي بيكونوا وصلوا منطقه العشيره خلاص. ومامية ما كانتش مرتاحه في المكان وبتستغرب ازاي كن نايم في وقت زي ده. ومره واحده بيترمي على مامية سهم بس كن بيمسكه، وفجاه النور بينور وبيشوف بنت شكلها جميل جدا. وراي اول لما بيشوفها بيقول اري هو انا في حلم، وبيقرب منها فبيطلع افخاخ من تحت الارض. وكن بيمسكه وبيقول له ايه ده يا راي ده فخ. وراي بينده على اخته بس هي مش عارفاه وبتحسبه مالكها الجديد. وراي بيتجنن وبيقول ازاي مش فاكراني. فكن بيقول له شكل السبب في كده كميه العذاب اللي اتعرضت له. وراي بيتعصب وبيكسر الافخاخ وبيرمي على اخته الطرحه البيضه بتاع زفافها، ولما بتلمسها بتقول انا فاكراها. راي بيقول لها ايوه دي الطرحه اللي انا جبتها لك قبل فرحك. وهنا بتعرف ان ده اخوها. بتقول هي بتعيط لو كنت عارفه اني اشوفك تاني ما كنتش عملت نفسي بالسم، انا مش شايفاك انا عاوز احضنك. وراي بينصدم اول لما بيعرف انها عملت نفسها وبيقرب منها، بس بيطلع له واحد من العشيره. راي بيقطع الاشلاء وبيقول له ابعد ايها القذر. وخلاص راي قرب من اري بس بيجي حبل من فوق بيسحب اري، وبيطلع ان زعيم العشيره اللي بيفضل يضحك وبيقول دي بقى اختك، زي ما انتم قتلتم ابنائي انا هخليك تشرب من نفس الكاس وهقتل اختك. وفي نص كلامهم بيسمع صوت غريب. الزعيم بيسأل الصوت ده فحد بيقول له ده مدرة. والزعيم بيتضايق وبيقول له لازم مدرة يجي دلوقتي، يعني انا كده مش هعرف استمتع بتعذيبهم. ومدرة ده بيكون سفاح ووحش همجي من العشيره. وكان بيبص لراي ومامية وبيقول لهم سيبينا نتولى امره. وبتبتدي المواجهه بينهم وبنشوف مدرة سريع قد ايه وعنده انياب ومخالب قويه، وبيهجم مدرة على كن بس كن بيمسكه بيديه ضربه في وشه بتوقعه. ومدرة بيقف وهو بيغلي من العصبيه، فكن بيمدله دراعه بكل برود وبيقول له تعال عضني.
تاني ومدر بيهجم عليه وخلاص هيعضه، والكل بيتصدم وبيفتكروا ان مدر عدى ايديه خلاص، بس بنتفاجئ ان كن ضرب مسار الطاقه في جسم مدر وشله وخلاه ما يعرفش يعض اي حد تاني، ومدر بيتعصب اكتر وبيستخدم مخالبه بس كن بيلمسها بصوابعه، وبعد كده ايدين مدر بتتكسر في ثانيه وكن بيفرقع له عينه الشمال، ومدر بيصرخ من الالم، والزعيم بيصرخ في مدر وبيقول له ينسحب فورا لان كن ده تجسيد للموت نفسه، فكن بيبص له ببرود وبيقول له انت لسه جاي تقول ينسحب؟ ده خلاص بقى في اعداد الموتى. الزعيم قال له ازاي يعني؟ بس فجاه بنشوف مدر بيتألم ومره واحده نص اللي فوق بينفجر بالكامل، وهنا الزعيم بيدرك حجم الكارثه وخطوره كن، وكن بيبص للزعيم وبيقول له عاوز تقتل ايري اقتلها، انا اصلا مش مهتم بيها، انا مجرد قاتل مأجور وجاي اخلص عليكم، وري خلاص تكه وهيموت من الخوف ويعيط على اخته. فالزعيم بيبص لكن وبيقول له باستفزاز يا ريتني كنت اعرف حد عزيز على قلبك عشان اعذبه قدامك زي ما بعذب صاحب فن النانتو ده، ولسه كان هيقتل ايري مامية فجاه بتتدخل وبتقول انا اعرف حد عزيز على قلب كان، والزعيم بيقف مذهول وبيقول لها هو الراجل ده في حد عزيز على قلبه؟ فبتقول له انا خطبته وهطلع لك وهبقى الرهينه بدلها مقابل انك تسيب ايري، والزعيم بيوافق فورا، وكن بيقول لها انت عملت كده ليه؟ فبتقول له ما تخافش وسيبنا اتصرف، ومامية بتطلع للزعيم واول لما بتوصل بيهجم عليها 2 من العشيره بس بتخلص عليهم في ثانيه بسلاحها، والزعيم بيعجب بيها وبيقول لها روحك القتاليه قويه وبيديها ايري، فمامية بتبص له بكل ثقه وبتقول له ينفع بقى بعد اذنك اقتلك؟ والزعيم بيضحك وبيقول لها خلاص جربي، ومامية بترمي عليه سلاحها بس الصدمه ان ما بيعملوش اي خدش حتى، وبفضل صرابه راسه وعضلاته المرعبه، والزعيم بيمسكها جامد وبيعصرها ومن كتر الضغط سلاحها بيقع، وبتحاول تستخدم خناجر بس برضه ما فيش فايده، والزعيم بيفضل يسحقها بايده وبيؤمر رجالته يعذبوا ايري، ورجالته بيفضلوا يعوروا ايري بالسكاكين، وري ما بقاش قادر يستحمل المنظر وبينزل على ركبه يترجى الزعيم يوقف العذاب ده، والزعيم بيفرح جدا لما بيشوف ري بيتألم كده، وبيبص لكن بيلاقيه واقف عادي جدا ولا على باله، والزعيم بيقول لمامية دورك تتعذبي دلوقتي، وبيرميها لرجالته عشان يهجموا عليها، بس هي بتعرف تتصدى ليهم، فالزعيم بيتعصب جدا وبيقول لها مشكلتك في روحك القتاليه دي، وبيقوم كاسر دراعها، ومامية ما بتعرفش تتحرك من الالم، وبيربطوا ايري ومامية وبيفضلوا يرموا عليهم السكاكين، وري بينحني للزعيم وبيترجاه يوقف الحاجات دي، والزعيم بيقول في نفسه انا كده مستمتع اكتر بكتير، فالزعيم بيبص لكن وبيقول له انت بقى يا صاحب فن الهوكتون كان مش خايف على خطيبتك؟ كن بيرد عليه وقال له انا قلت لك قبل كده ان انا تم استئجاري، والزعيم بيتعصب وبيطلع واحد من رجالته بيقول انا واثق ان خايف عليها بس بيكذب، وفضل يرخم على كن ويستفزه ووصل بالفجر ان بيتف في وشه، وطبعا كن مش هيسكت وفي ثانيه بيستخدم عليه تقنيته ال1000 ضربه والواد بيطير في الهواء وبينفجر حتت قبل ما يلمس الارض، والزعيم خلاص جاب اخره وهيدي الامر يقتله ببنات، بس ري بيصرخ وبيقول له انا مش زيه وبارد كده سيب ايري عشان خاطري وهعمل لك اللي انت عاوزه، فالزعيم بيبتسم وبيقول له خلاص في الحاله دي اقتل صاحبك كان، وفعلا ري بيقف وبيجهز نفسه للقتال وهو بيقول انا اسف يا كان بس لازم تموت، والزعيم بيكون واقف بيتفرج وهو في قمه الحماس ان يشوفهم بيخلصوا على بعض، وبتبدا المواجهه المرعبه بين كن وري بيبص له بصرامه وبيقول له انت لازم تموت يا كن، وبيهجم عليه بضربات قويه جدا بس كن بيراوغ الضربات دي بكل احترافيه، ومره واحده يا اصدقائي ري بيهجم بوابل من الضربات السريعه في نفس الوقت، وكن بيراوغها واحده ورا الثانيه، ومن قوه الضربات دي الصخر اللي ورا كن بينفجر وبيتقطع حتت، وزعيم العشيره واقف يتفرج وبيقول في نفسه لو فن الهوكتون كن وفن النانتو سوتشو كن اتقاتلوا بقوتهم الاثنين هيموتوا في الاخر، وبعد كده هقتل البنتين واستولى على القريه كلها، وري بيقول لكن ما تاخد وضعيه القتال، فكن بيرد عليه انا كنت زيك في الماضي حياتي كلها كانت معلقه على امراه اسمها ياريا وفي واحد اخدها مني وكان همي الوحيد في الحياه اني اساعدها، فري بيستغرب وبيقول له وانت بتقول الكلام ده ليه دلوقتي؟ فكن بيرد الفكره اني مش عاوز اواجهك يا ري، بس ري قال له انت ايقظت فيها ذكريات الماضي بس انا لازم اواجهك عشان انقذ اختي، وبيهجم عليه تاني، والمره دي كن بيصد الهجمه، والزعيم بيتعصب لما بيلاقيهم بيطولوا وبيقول لري شكلك كده مش مهتم باختك وانا هقتلها، وبيحطوا سيف على رقبتها وبيقول له عاوز تنقذها اقتل كن فورا، وري بيجيب اخره وبيهجم باقصى قوه عنده، ومامية بتصرخ مرعوبه على كن وبتقول في نفسها انها محتاجاهم هما الاثنين عشان يحموا القريه، وبتفكر ازاي توقف المواجهه دي من غير ما حد فيهم يموت، وفجاه بتلمح ايري بتعضل سنها وبتحاول تشنق نفسها عشان تنهي حياتها، بس رجال العشيره بياخدوا بالهم وبيربطوا بقها، ومامية بتدرك ان ايري بتفكر زيها بالظبط وهما الاثنين بيكونوا عاوزين يقتلوا نفسهم، ومامية بتلمح رمحها على الارض وبتجري عليه وبتنط عشان تطعن نفسها بيه، بس الزعيم بيمسكها ومامية بتصرخ وبتقول له اقتلني انا ضحيت باخويا الوحيد عشان القريه، وبتبص لكن وري وبتقول لهم احموا القريه، وساعتها كن بيقف على وضعيه سريه في فن الهوكتون كن، والوضعيه دي اسمها الحلقه الكامله، والري بيعرف الوضعيه دي فورا وبيقول ده واحد من اسرار فن الهوكتون كن، وكن بيقول له لو عاوز تهزمني استخدم وضعياتك السريه يا ري، والاثنين بياخدوا وضعيه دفاع مطلقه، ورجال العشيره بيستغربوا هم ليه واقفين ما بيتحركوش، والزعيم بيقول لهم دول واخدين وضعيه الدفاع المطلق، وبيرمي سيف عليهم، والمفاجاه ان كن وري بيمسكوا السيف بصوابعهم بس، والكل بيكون مذهول، ومع اول قطره دم بتنزل من ايديهم بتبدا المواجهه الحقيقيه، والاثنين بيضربوا بعض بكل ما اوتوا من قوه، وكن بيضرب ري على وشه وبيسيب مسار الطاقه
الطاقة، وفي نفس اللحظة راي بيغرس صوابعه في بطن كين، واللي بيحصل في النهاية بيكون تعادل، والاتنين بيقعوا وبيموتوا سوا، ومامية وايري بينهاروا من الصدمة، والزعيم بيبعت رجالته يتأكدوا من موتهم، وفعلا ما بيسمعوش اي نبضات وبيتأكدوا انهم ماتوا، والزعيم بيأمرهم انهم يفرموا كل واحد فيهم بطعنات السيوف، وفعلا بيطعنوا كين وراي طعنات كتير جدا، والزعيم بيضحك وبيقول خدوا بقى البنتين دول واقتلوهم، ومامية بتستعد وبتقول لهم ما تقربوش مننا والا هقتلكم، والعصابة بتهجم على مامية وايري، ولكن مرة واحدة يا اصدقائي بنشوف رجال العشيرة بيتقطعوا اجزاء وبينفجروا في الهواء. دي تقنيات كين. ايوه يا صديقي، كين وراي بيقفوا ومفيش ولا خدش فيهم، الزعيم بيتصدم، وكين وراي بيفهموا ان دي احدى تقنيات الخداع في الهوكتون كين والنانتو، وهم خدعوهم بموتهم، وراي بيقول ان كين اداله اشاره اول ما استخدم تقنيته السريه الحلقه الكامله، وعشان كده عملوا كده، والزعيم بيغلي من العصبيه لانه كان مفكر نفسه كسب خلاص، وبيقول لكين ورقتك الرابحه راحت خلاص، انا بقى هوريك ورقتي الرابحه، ومره واحده جسم الزعيم بيتحول لصلب مصنوع من الفولاذ، وكين بيقول لراي سيبهولي انا، وبيمسك عمود الفولاذ مرمي على الارض، فالزعيم بيضحك وبيقول له جرب كده تضربني بيه، وكين بيضربه بكل قوته، بس الزعيم مش بيتاثر، وكين بيبص له ببرود وبيقول له شكل كده اضطر اضربك باستخدام ايديا بس، والزعيم بيفضل يضحك ومفكر نفسه لا يقهر، بس كين بيديه ضربه في وشه بتعلم على الفولاذ نفسه، هو رجع سليم تاني، بس كين بضربته دي اصاب مسار طاقه في جسم الزعيم، وده بيخلي جسمه طري زي العجينه، وكين بيرمي العمود الفولاذي، والزعيم طبعا مش فاهم ان جسمه بقى عامل زي العجينه، وعمال يضحك ويقول مفيش حاجه هتحصل لي، بس كين بيفاجئه بضربه مدمره في بطنه بتخليها تغطس لجوه زي العجينه، وكين بينزل عليه بوابل من الضربات، والزعيم بيترعب وبيحاول يهرب، وبيمسك في ولاده من العشيره وبيقول لهم حاربوه، فقالوا له اذا كان انت زعيمنا ما عرفتش تواجهه احنا هنعرف، ولكن الزعيم بيرميهم على كين عشان يعطلوه، وطبعا ولاده بيجروا من الخوف، بس راي بيخلص عليهم وبيقطعهم حتت، وخلاص ما فيش اي مهرب للزعيم، فبيقرر يشعل الديناميت ورا ظهره ويرميه على كين، بس كين بيقول له ببرود نسيت اقول لك ان جسمك هيتوقف عن الحركه بعد شويه، فاياك تعمل اي حاجه غبيه، والزعيم بيترعب وبيحاول يرمي الديناميت بسرعه، بس ايديه بتتشال وما بيعرفش يحركها، والديناميت بينفجر في ايده وبيطيرها كلها، والزعيم بيبص لايده المقطوعه وبيستغرب ايه ده انا مش حاسس بالم، فكين بيقول له ايوه عشان انت هتموت بعد 5 ثواني، وبيبدا يعيد لحد لما ال5 ثواني خلصوا، والزعيم بيصرخ، وكين بيديله ضربه على راسه بتقسمها نصين وبيموت فورا، وبعد كده نرجع للقريه اللي بتكون في قمه الفرحه ان عشيره فانج كلها ابيدت، وكين بيقعد يعالج ايري من العمى بتاعها باستخدام مسارات الطاقه، وبيقول لها ان بصرها هيرجع كمان شويه، وراي بيفرح جدا وبيشكر كين، وبعد كده كين وراي بيكونوا لوحدهم، وكين بيقرر يكشف لراي عن ال7 ندبات اللي على صدره، وراي بيتصدم جدا، وفي نص كلامهم بتدخل ماريا وايري بتكون بدات تشوف تاني وبتجري تحضن راي، وراي بيبص لكين وبيقول له حتى لو الناس كلها قالت انك انت اللي خطفت اختي انا عمري ما كنت هصدقهم لان قلبك طيب يا كين، وهنا ايري بتبدا توصف اللي خطفها وبتقول كان عنده 7 ندبات وبيلبس خوذه سوداء على راسه ومعاه موتوسيكل، وكين بيتصدم لما بيسمع المواصفات دي وبيعرف هو مين، وبيقول في نفسه معقوله هو اللي سرقها، فيا ترى مين الشخص ده وايه حكايه ال7 ندبات بتاعته، ده اللي هنعرفه في الموسم الثاني من هوكتون كين او سيف النار، والسلام.